عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض أكلة بسيطة كده. هنعمل بطاطس بدمعة، وهنعمل معانا فرخة. هنعمل فرخة عادية وهعمل لها تتبيلة بديت لوحدها. دلوقتي يا حبايبي هنعمل أول حاجة نعملها مع بعض الفرخة. هنشوحها عادي ونطبخها عادية خالص. بنقول مقادير: معانا فرخة، ومعانا نص كيلو بطاطس، وكيلو الا ربع طماطم ماشي، ومعانا بصلايه وطماطمايه مقطعينهم، ومعانا فلفل اسمر وملح وورق لورا، ومعانا بصل وفلفل متقطعين شرايح للبطاطس. تعالوا نبدأ بقى مع بعض. نبدأ بقى مع بعض كده. نولع البوتاجاز بتاعنا. عندنا حلتين، هنحط في كل حلة فيهم شوية زيت. دي هنعمل فيها الفرخة، وده هنعمل فيها البطاطس. نبدأ بقى مع بعض يا حبايبي. هننزل أول حاجة بالطماطم والبصل، ورق اللورا، ننزل بالفراخ، هننزل بالبصلة والفلفل قطعنهم شرايح كده. هنعملها نية في نية يا حبايبي، مش هسبك لها طبعا. جربوها بالطريقة بتاعتي وهتعجبكم. قلبها بس تقليبة كده. ننزل على بصوص الطماطم، والفراخ بقى يا حبايبي ما زودتهاش ولا بق ميه. دي كده شربتها، تستوى في شربتها. والبطاطس اهي هديت على النار اهيت وشغاله. طب تعالوا بقى نتبل التتبيله اللي احنا قلنا عليها للفراخ، اللي هنحطها على وشها بعد ما نطلعها على طول بعد ما نسلقها. دي طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل اخضر دي. وهنا البهارات بقى اللي هنبهرها بيها عشان تدينا طعم حلو كده. انا هدخلها الفرن، هدهن وشها كده وادخلها الفرن تتحمر بقى ايه بالتتبيله دي: فلفل وملح وشعر شطه صغيره وزعتر وسبع بهارات وقرفه، وهنا بصل باودر وتوم باودر وشويه كاري اهو. هننزل بقى بالبهارات دي كلها كده. نقلبهم كده. شويه زيت، الزيت ده اهم شيء،
هو اللي هيتفاعل مع التتبيلة ديت ويخليها تحمر بسرعة. طلع الفراخ بقى واحطها في صينية وارجع اوريها لكم وانا بدهن. التتبيلة ممكن مش كلها يعني احطها، واللي يتبقى هعينه في علبة وعينه في قلب التلاجة المرة تانية لأي حاجة تانية، ينفع برضو يستعمل في اي حاجة. طبعا ندهن اهيت الفرخة طلعناها، ندهن وشها بقى. التتبيلة دي هتشرفك في اي عزومة. ممكن تستعملها التتبيلة بها الفرخة من البداية برضو. نغطيها كده كلها عشان كلها كده نكون كده خلصنا معاكم طبق الاكله البسيطه ديت معاكم النهارده. جنب منها رز ابيض والبصل معايا والفراخ حمرناها، وعملنا طبق ملوخيه كمان والشوربه. وبألف هنا وشفا على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تدعموني دايما.